بناء على توجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أوفدت الجمعية فريقا طبيا ضمن حملة القلوب الصغيرة إلى جمهورية السودان برئاسة الدكتور أحمد محمد الكمالي استشاري أمراض القلب ورئيس قسم الأطفال بمستشفى دبي رئيس الفريق الطبي المتعاون، وذلك لإجراء عمليات قسطرة قلب للأطفال في مدينة وادي مدني عاصمة ولاية الجزيرة. وتأتي هذه الحملة ضمن مساعي جمعية الشارقة الخيرية لتخفيف الآلام عن آلاف الأطفال. ويذكر أن جمعية الشارقة الخيرية كانت قد أطلقت حملة القلوب الصغيرة قبل 5 سنوات، حيث زار فريق الحملة دولا عدة منها اليمن وبنغلاديش والسودان، وأجرى عمليات لقلوب الأطفال الذين يعانون تشوها خلقيا ويحتاجون إلى عمليات قسطرة. وللحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور الإماراتي أحمد محمد الكمالي استشاري أمراض القلب في مستشفى دبي ورئيس الفريق الطبي المتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية. دكتور أحمد، مرحبا بك معنا في نشرة أخبار الدار. حياك الله أستاذ. دكتور، هل لك أن تحدثنا عن عدد عمليات قسطرة القلب التي أجريت للأطفال وأعمارهم أيضا؟ في الزيارة الأخيرة اللي كانت قبل أسبوعين تقريبا، نعم. كانت فترة الزيارة لمدة 3 أيام أو 4 أيام، كانت فيها عمليات قسطرة قلب ل 11 طفل. الأعمار كانت تتراوح بين 5 أشهر إلى تقريبا 12 سنة. الحمد لله كانت العمليات ناجحة. طبعا عمليات القسطرة العلاجية تقوم فيها جمعية الشارقة الخيرية جزاها الله خير من 2009 تقريبا بدينا فيها، والحملة الأخيرة هذه كانت موفقة مثل الحملات السابقة. أعتقد هذه تقريبا الحملة الخامسة لجمعية الشارقة الخيرية في السودان في مدينة وادي مدني. نعم. دكتور أحمد، هل ستتكرر مثل تلك الزيارات سواء كان في السودان أو في دول أخرى في المستقبل؟ طبعا هي خطة موجودة في جمعية الشارقة الخيرية، حملات القلوب الصغيرة، خطة سنوية المخطط له في السنة الواحدة نطلع من 5 إلى 6 مرات موجهة لدول عدة مثل ما ذكرت. يعني احنا بدأنا في اليمن وأيضا ذهبنا إلى بنغلاديش وإلى السودان، وإن شاء الله تتكرر مرات أخرى. يعني في خطة أساسا في نهاية السنة هذه إذا أمكن نقوم بحملة ثانية إلى بنغلاديش إن شاء الله على أواخر 2013 بإذن الله. نعم. الدكتور الإماراتي أحمد محمد الكمالي استشاري أمراض القلب في مستشفى دبي ورئيس الفريق الطبي المتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، شكرا لك على هذه الإفادة والمداخلة.